مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. الحقيقه بس حضرتك قلت على التعليق اللي انا ذكرته. يا رب تقول لي انه غلط، يا رب يا رب تقول لي زي ما الدكتور. لا بس لا، في جزئين في الكلام بس المهم قوي ان احنا ناخد بالنا منهم. قوي. الجزء الاولاني اللي انا قلت ان المطالبه باجراء انتخابات رئاسيه الان عبث، وده انا قلته، ما قلتش ان انا ما قلتوش، انا بس عشان تبقى واضح الكلام. انما ده مش معناه انه احنا نرفض مطالب الشعب. خلي بالك ان الفكره الاساسيه هي اجراء انتخابات. لما سالني انا كنت في برنامج تلفزيوني مع احد الزملاء من المتحدثين بالانقاذ، وانت سيادتك 75% انه يتوقع يوم 30 يتم خلع الرئيس مرسي. انت سيادتك قلت لا يمكن التعامل مع هذه المطالب على محمل الجد او الجد. ايه المطالب؟ هو ولا نيه لتقديم اي تنازلات، ولا نيه لتقديم اي تنازلات في 30 يونيو. لا شوف، انا التنازلات دي انا ما قلتهاش بالشكل ده، ومع ذلك حتى لو نقلت عني اللي انا عاوز اعلق عليه في كلام حضرتك في تعليقك على ما قلته انا قوي ان هذا اذا تسمح لي طبعا قوي ان هذا الكلام خارج من اشخاص لا يفهمون السياسه، وانه سباق للحدث المنتظر في هذا اليوم. اذا خرج بهذا النص. بص يا استاذ محمود، بص لا يا دكتور، عشان بس متفاهمين في الرد ترد زي ما انت عايز. انا بقول لك اهو حضرتك، ما انا هقول لك حاجه واحده بس. انا قلت على اللي قالوا الكلام ده، هل انت قلت الكلام ده بالنص كده؟ انا قلت ان المطالبه باجراء انتخابات رئاسيه مبكره في هذا الجو وفي هذه الاثناء، او المطالبه والدعوه ليها عبث. يبقى ده غير اللي انا قريته بقى. انا بقول اهو عبث. ادي الجزء الاولاني. الجزء الثاني، فاولا يا اخي محمود انا اعتقد ان احنا بنفهم في السياسه. اتفضل يا دكتور. اعتقد في جزء ثاني حضرتك علقت عليه ثاني وقارنت بين هذا الكلام وكلام صفوت الشريف لما قلت انا سمعت على الوسط. والله يا اخي محمود في كل اللقاءات نقول دائما ان هناك اخطاء، هناك مشكلات، هناك تحديات، لسنا فوق الناس، نحن خدام لهذا الشعب. كل هذا الكلام في عده لقاءات يمكنك وفريق العباد يرجع لهذا الكلام، لا يتعالى. لكن نقول اذا كان هذا الشعب هو الذي يعطي الشرعيه، فلماذا يخشى الاخرون من اللجوء اليه والرجوع اليه؟ الان هذا هو الطلب. نحن نعرف هذا الشعب، والشعب نخدمه، هو في منهجنا، وهو نحن نهتم برغبته. لكن حضرتك قلت ان اراده الثوار والشعب هي التي تفرض ارائها على الساحه يوم 30. انا يا دكتور بس هل الثوره دكتور بس بالراحه شويه لان انا مش سامع حاجه خالص، فبالراحه شويه. اتفضل يا دكتور اتفضل. انا بقول انه اللي حضرتك قلته انه اعضاء الحريه والعداله لا يهتمون برغبه الشعب لانه ليس في منهجهم، هذا الكلام ليس صحيح. لا ده منهج الاخوان المسلمين يا دكتور. لا يا فندم، لا ده منهج الاخوان المسلمين. انا بقول لحضرتك قيادات الاخوان المسلمين قالت طز في مصر. قيادات الاخوان المسلمين قالت. بص يا اخو محمود، ما انا هقول لسيادتك ليه انا بقول دوت. انا مش بألفه من عندي. انا مش بألفه من عندي. قالت طز في مصر وقالت شويه تراب من هنا او هناك. دي قيادات الاخوان المسلمين. سيدنا اتفضل. انا ما قلتش شويه بقى عشان حضرتك قلت جبت مثال واحد وانا مستعد اقول لك النص كله والكلام، ومع ذلك من قال ذلك او هذا الكلام لا يجب فهمه على تعميمه على الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين بيشتغلوا في الشارع يا اخي محمود من 80 سنه، يعرفوا هذا الشعب، شالوا طينه وترابه في المناسبات في كل المجالات، وانت تعرف هذا. وفي يوم من الايام انت كنت تفخر او تشيد بتجربه الاخوان المسلمين في وسط الشعب. طبعا كنت اشيد بالاخوان المسلمين ظنا مني بانها قضيتهم الشعب، لكن لما حكموا اصبحت قضيه الاخوان المسلمين هي جماعه الاخوان المسلمين، وهذا واضحا للكل وليس رايي. اصحح لحضرتك صحح. ليست قضيتنا الا خدمه هذا الشعب. على نقول على الهواء اهو. اين هي على مدى عام وانتم بتحكموا بقالكم سنه؟ فين الخدمه دي؟ يا سلام، تقول بتحكموا بقالكم سنه. أيوة. وجاي تحكم عليا بقالي سنه وبتعتبر ان ده يعني شيء عظيم. يعني مش عايز نحكم عليك بقى سنه؟ خلاص 24 مليونيه في سنه يا اخي محمود. 24 انا مش سامع اصلا. مليونيه في سنه. الرئيس انتخب امبارح ثاني يوم ناس طالعه في ميدان التحرير تتحدث عن مجلس رئاسي. اول مليونيه بعد شهر و40 يوم وشهر و20 يوم. نحن نعيش في جو تدق فوق رؤوسنا. لا ما انا هقول لسيادتك حاجه. هقول لسيادتك حاجه. محمود. طب استنى يا دكتور حمزه. العدل مطلوب. طب دكتور حمزه هقول لك حاجه. قول لي يا فندم. خلينا نهدى شويه كده. لا طبعا. انا بضرب مثل سامحني الاول على علو الصوت. نعم. سامحني على ارتفاع نبرتي. لا علي صوتك زي ما انت عايز، انا تحت امرك.
الدكتور باسم عودة وزير الزراعة وزير التموين. لا التموين كلهم اشادوا بيه. انا الحقيقه مش متاكد من الاشاده دي صحيحه ولا مش صحيحه، بس بصرف النظر ان الناس قالت انه كويس يبقى كويس، خلاص انا مع الراي العام. فالوزير ده اشتغل شغل كويس في وسط المظاهرات وفي وسط العك وفي وسط كل حاجه، اللي عايز يشتغل بيشتغل. في بعض الوزراء حققوا حاجات معينه، اللي عايز يشتغل بيشتغل. في بعض الوزراء كانت مهمتهم الاساسيه اخوانه المكان، اخونوه رغم كل حاجه وشغالين. وبعدين المليونات دي دعيتوا لعدد كبير منها، مش احنا بس اللي دعينا للمليونات دي المعارضه. شوف انت بتقول مش احنا امال ايه؟ دي المؤاخذه البسيطه لاعلان قانون زي حضرتك يا دكتور. يا فندم انا دي المؤاخذه البسيطه يا دكتور حمزه. لا مش مؤاخذه، لا مش مؤاخذه يا دكتور حمزه. انتوا اول ناس قلتوا احنا وهم. انت قلت احنا؟ ايوه، لان انتوا اول ناس قلتوا احنا وهم، فبقينا احنا وانتوا يا استاذ محمود. احنا المعارضه وانتوا الحكومه. لا مش انت المعارضه، انت بالنسبه لي الاعلامي محمود سعد الكبير، مش لا معلش، بس من المعارضه. انا من المعارضه ما جاش حاجه. انا اعلامي بس عندي راي. يعني انت بتنكر عليا يا دكتور حمزه ان انا يبقى ليا راي زي ما لك راي انت كمان. انت عارف امتى اقول ان حضرتك تقول رايك؟ والله واكون سعيد بيه قوي. خلي ضيف حضرتك تيجي ضيف في اي قناه، حتى القناه اللي عندك، وعبر عن رايك، والله ساعتها مع ذلك. انما لا امال لما كنت بقول الراي للدكتور مرسي وبساند الدكتور مرسي والاخوان ما حدش فيكم قال كده ليه؟ كنتوا فرحانين بيا قوي. يعني مين ما قالش كده؟ ما حدش قال كده. كده ما حدش قال. يعني اشمعنى لما انا كنت مع الدكتور مرسي وبشجع الدكتور مرسي كنت مع الاخوان كويس وما حدش قال ولا كلمه، لما بقيت ضد الاخوان فخلي رايك ده قوله بعدين بقى بره. ازاي؟ احنا بنشتغل احنا اصلا يا دكتور حمزه احنا صحفيين اصلا، مش تلفزيون، ده مش شغلتنا اساسا. احنا دخلنا كده على التلفزيون، ده بنعمل التحقيق الصحفي في التلفزيون. بنعمل تحقيق صحفي في التلفزيون تطور وبقى مطلوب فيه التوك شو ده عباره عن تحقيق صحفي. انا بعمل مع سيادتك دلوقتي لقاء صحفي بس مبث على الهواء مباشره، فده مهنتي 100%. اتفضل لو عايز تعالى اخر تعليق، انا تحت امرك. انا ابدا ماليش تعليق ولا حاجه غير انه انا بس اللي زعلني واثر فيا قوي كلام ان احنا لا نهتم برغبه الشعب ولا برغبته. والله بنهتم، والله بننزل، الشعب فوق راسنا وعلى راسنا. والله دكتور حمزه كلامك لو سمحتم تنحوا. دكتور حمزه الفاصل بيني وبينك خلوه على التليفون مش تسمعوا، هو التليفون بيقطع. دكتور حمزه الفاصل بيني وبينك الناس. يوم 30 يونيو هنشوف الناس هتبقى مع مين، معانا ولا معاكم. دكتور حمزه اشكرك شكرا جزيلا. دكتور حمزه زوبع القيادي بحزب الحريه والعداله. فاصل بقى لان احنا عندنا لقاء مهم النهارده مع الدكتور.